ونبدأ الوصفة على بركة الله. السلام عليكم، وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل مع بعض البوريك بالجبنة أو فطائر الجبنة، ويلا على بركة الله. 3 كوباية دقيق بيعادل نص كيلو. معانا 1 معلقة خميرة جافة صغيرة، 1 معلقة صغيرة سكر، 3 كبيرة معلقة لبن بودرة، و3 معلقة زبدة. الزبدة طبعا درجة حرارة الغرفة. ذرة الملح البركة. كده الجاف كله نزل معانا. هنشغل الميكسر لمدة نص دقيقة. بسم الله. هننزل ب1 كوباية حليب دافي، هنسيبها تعجن. وادي الحشو اللي معانا النهارده. معانا بقدونس، معانا جبنه رومي مبشوره، جبنه موتزاريلا، سمسم للديكور، حبه البركه. السمسم وحبه البركه دول اختياري. معلقه زيت واحنا بنخدم العجين كده زي ما حضرتك شايفه. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، ونعمل لايك للفيديو يا جماعه عشان يوصل اكبر عدد والكل يستفيد. كده تقريبا العجين شبه جاهز على بركه الله اهو. اول حاجه المضرب طالع نضيف، العجان طالما نضيف كده خلاص. وده الملبس بتاعه، باخده كده على الرخامه كده ايه، اساعد شويه في الحاجات اللي هي لسه ما خرجتش معايا اهي اهي. وكده العجينه اصبحت جاهزه. بصوا ملمس العجينه عامل ازاي. قرب الكاميرا هنا اهو. ده ملمس العجين بتاعي اهو. ولازم عرقه يكون كويس. هنسيبه يرتاح لمده تلت ساعه، وبعد كده هنفرده ونشكله على بركه الله. وادي الحشو بتاعنا يا حضرات. جبنه رومي بشرينها، جبنه موتزاريلا، طبعا البقدونس اهو. طبعا الخضره دي يا جماعه برضه اختياري. وبندمج الكلام الجميل ده كله مع بعض كده. زي ما حضراتكم شايفين العجينه بقت معايا كويسه جدا. رشه زيت بسيطه قوي اهو. نفرد. بص العجينه بسم الله بتجري معايا ازاي. عايز اقلبها، بعمل الحركه الجميله دي اهي. زيت برضه بسيطه. عايزه. شايفين السمك عامل ازاي. نلمها على المردنه او على البليه. ابتدي احط زيت تاني بسيط جدا. طبعا بسم الله. الحروف ما تبقاش تخينه عشان كله يبقى سوا واحد. بعد كده القطاعه بتاعتي بتبقى اختياري. يعني انا هقطع بالقطاعه دي تقريبا مقاس 10 سم. ممكن نجيب واحده 8 واحده 6 واحده 7، بس انا بحب اشتغل بالقطاعه دي. هاجي كده في اول العجينه اهو. الدبريل اللي خرج معانا اهو. الخطوه الثانيه بقى والمهمه، هنجيب احنا الحشو بتاعنا اهو اللي احنا عملناه. هناخد الفطيره على ايدينا اهو، بنحشي واحده كده اهو اهو. شويه جبنه وصوص. اجي من هنا في التقفيل بقى، وده المهم، اقفل كده اهو. واجي من الجزء ده اروح انا مقفله كده اهو اهو. ادي الجزء
الجزء الثاني، فاضل معايا الجزء الثالث بقفله بالطريقه القمر دي اهي، وابتدي اوسط نفسي. بص الفطيره عامله ازاي اهي، وابتدي اوسط نفسي واظبط لقمتي ادي اهو. نعمل واحده ثانيه مع بعض، حاضر نعمل واحده ثانيه. جبنا العجينه اهو لحد ما نعمل الكميه كلها. شويه الجبنه الجمال تمام اهو يا استاذ. بنيجي هنا نقفل اهو، ادي قفل التاني اهو، قفل التالت اهو. موضوع سهل بسيط ومش مكلف وحاجه تفرح اولادك. الفطاير عامله ازاي، وهكمل الكميه مع حضراتكم. وكده انتهينا يا حضرات من التشكيل. بصوا الموضوع عامل ازاي اهو. كده هنسيبها ترتاح شويه، وبعد كده نلمعها بواحده اصفر بيض ومعلقه حليب او لبن زي ما تسموه. استنى مع بعض، هنسيبها تلت ساعه كده ترتاح وتختمر، وبعد كده هنخبزها على درجه حراره 200 لمده 14 دقيقه في السلك الوسطاني، وان شاء الله هتعجب حضراتكم. وهنا بقى عشان الشيف منصور بيحلي الشغل، بنيجي من الجنب كده يا حضرات، بنضرب كده بالمقص النظيف بتاع المطبخ اهو. بناخد كده ايه 3 خبطات كده ورا بعض، هتلاقي الموضوع كده وهو بعد ما يخبز اداني شكل جميل وحاجه تخطف العقل. طبعا التريكات دي يا جماعه عشان كده بقول لكم يا ريت نكمل. اهم حاجه ما نوصلش لحد الحشو اللي جوه، انا بشتغل على الحته اللي بره اهي. هنعمل الكميه كلها مع بعض وهنلمعها زي ما قلت لسيادتكم بلبن الحليب اهو، بالفرشه كده وبنلمع. انا شغال بلبن بس، عايزه لبن وبيض مفيش مشكله. بعد كده هندي طبعا سمسم وحبه البركه اهو، ادي السمسم اهو حبه البركه. هناخد حوالي معلقه صغيره من ده ومعلقه صغيره من القمر ده وبندمجهم مع بعض اهو. وده زي ما انا قلت لكم اختياري اهو. بننزل عليه كده على وش الفطاير، بيعمل سحر في الطعم. حبه البركه مستحبه في اكلها. طبعا بنديها لاطفالنا بطريقه غير مباشره ان فيها قيمه غذائيه عاليه. طبعا هندخله الفرن على درجه حراره 200، يكون الفرن سخن، وهيقعد معانا حوالي 14 دقيقه. يعني من بعد 12 دقيقه نبتدي نتابعه ونسويه وعلى بركه الله. وخرج يا جماعه من الفرن الفطائر الجبنه او البريك بالجبنه زي ما حضراتكم تسموها. بصوا يا جماعه، وبحب طبعا الشيف منصور يبخر كده ستيم الميه وهو خارج عشان بيدي لمعه وطريان غير عادي اهو. بسم الله ما شاء الله. هيبرد ونغرفه مع بعض وانتظروني. حضرات انتهينا من فطائر الجبنه او بوريك الجبنه او سمبوسك الجبنه. عملناها في الفرن، ما قلناهاش في الزيت، واديناها من على وشها السمسم وحبه البركه، وشفتوا التقفيل عامل ازاي. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل اكبر عدد. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.